السلام عليكم يا شباب، ايه معكم مركز دكتور مايكروسوفت. انا النهارده جاي اتكلم عن ازاي تعمل كي لوجر للينكس. تمام. اول حاجه بس تعالى نشغل الكود نشوفه الاول. تمام. اول حاجه هنشغل مين؟ نشغل اللعبه على جهازك انت. تمام. بس هو الجهاز اصلا ايه، قلت في اي لحظه هو عايز يهنج. تمام. ادي السيرفر وادي الكلاينت. حلو. تعالى بقى نعمل حركة حلوة هنا، نفتح منه الفايل. حسن عمر باشا، مثلا دكتور مايكروسوفت. تمام. هتلاقي كل ده بيحصل هنا اهو، عمر ودكتور مايكروسوفت. تمام. تعالى مثلا لو مثلا يعني خلينا مثلا كده على الفيسبوك. على سبيل المثال انت مثلا واحد صاحبك مثلا انت حاطط عنده البرنامج ده ومش واخد باله خلاص وشغال عادي خالص. تمام. وجاي هنا يقول لك ايه، مثلا بيكتب مثلا الايميل بتاعه. تمام. مثلا خليه مثلا ايه، عمر. تمام. ونبص الرسم بتاعه كده، وقام ضغط انتر. تمام. تعالى بقى كده ايه، وقف هنا. تعالى بقى نشوف حاجة، نفتح بقى ده. ايوه، نفتح الفايل ده، هو فين؟ تمام. تعالى بقى نفتح هنا، ونيجي نفتح هنا ونشوف بقى الفايل اللي طلع لي من الكي لوجر، اللي هو الفايل اللي يبقى عندنا على الجهاز اللي وصل لي من الجهاز بتاعه. تمام. ده في الاخر خالص مين؟ الايميل اهوت، والباسورد اللي احنا كتبناه، كلمة مثلا عمر عكاش اللي احنا كتبناها في الاول، كلمة دكتور مايكروسوفت اللي احنا كتبناها، الايميل اللي احنا كتبناه بقى كده في باك سبيس يعني مسحناه. تمام. وده مثلا ايميل الباسورد. حلو. دلوقتي ده شغال من غير ما نعرف، من غير ما نحس اي حاجة في الخلفية. حلو. طيب انا بقى ايه، نشرح كده بقى الكود ده على السريع. بص مش هشرح بالتفصيل عشان هو مليان عقد كتير يعني. المهم، اول حاجه خالص انا بفتح الفايل اللي انا هبدا اسجل فيه الداتا بتاعتي ونسميه كي لوجر دوت تي اكس تي. تمام. وبعد كده بقى افتح سوكت، بفتح زي ماسوره بين الجهازين او خرم بين الجهازين، بحيث ان الجهاز بتاعه هيصب فين في الجهاز بتاعي. بعد كده بفتح بورت. تمام. ببدا اعمل فايل بطبع فيه الكلام اللي هيطبعه. بفتح بورت عشان ابعت له ايه، ابعت له الحروف اللي هتوصل هناك. حلو. طيب دي بعد كده باجي هنا، دي المكتبات او الديكشنري بتاعتي اللي بتبدأ تحول لي من الكيبورد، من الارقام اللي هتجيني من الكيبورد لمين، للزراير او اسماء الزراير. تمام. كل الارقام اللي على الشمال دي هي اللي جايه من الكيبورد، كل اللي على اليمين ده مين، اسماء الزراير. تمام. طيب دي سيلف موديفاير دي اللي هي مين، سيلف موديفاير ديت اللي هي الليفت والرايت والالت والسوبر والكلام ده. تمام. في هنا برضو اللي هي الاكزيت والافات والانتر والديليت والحاجات ديت. في هنا برضو اللي هي الشيفت والزراير. تمام. المهم نيجي بعد كده بقى اهم حاجه عندنا اللي هي دي الاكس 11. تمام. اكس 11 ديت هي المكتبه اللي طالع منها جي تي كي، طالع منها كيو تي، طالع منها الكلام ده كله. هي دي اصلا المكتبه اللي مبني عليها الجرافيك يوزر انترفيس اللي على لينكس. تمام. فاول حاجه خالص بنعمل له ايه، بنعمل لها فايند لايبراري عن طريق مين، عن طريق السي تايبس. ببدا اعمل لها فايند لايبراري عن طريق المكتبه بتاعت السي تايبس. راحت فين اهي. تمام. ببدا اعمل لها فايند لايبراري، لو ما لقيتهاش اقول لك ايرور. تمام. طيب وبعد كده ببدا عن طريقها ببدا اعمل ايه،
بعمل لود بقى للمكتبه اهو، بعمل لها لود. تمام. باجي هنا بعرف متغير اسمه كي ماب. تمام. وبعرف متغير اسمه لاست كيز، بعرف متغير اسمه لاست كي ماب. تمام. بعد كده ببدا اقرا منين؟ ببدا اقرا من الكيبورد. تمام. في الاوامر ديت بقرا من الكيبورد وبخزن فين؟ بخزن القيمه بتاعت بقى اللي قريتها من الكيبورد بخزنها فين؟ في الكيبورد. تمام. حلو. دي داله اسمها ايه؟ جيت كي ماب. طب في داله اسمها جيت كيز اللي هي بتعمل ايه؟ داله جيت كيز ديت. تمام. المفروض اول حاجه خالص ان انا بقرا بقى بخزن فيها الاول فاكرين الديكشنري بتاعت اللي فوق الكبيره ديت اللي شايفينها ديت. تمام. هي دي ببدا اخزنها فين؟ ببدا اخزنها هنا في الكيس. تمام. بعد كده ببدا ادور جواها على مين؟ على الرقم او الكيبورد اللي طلع لي او القيمه اللي طلعت لي. تمام. زي ما انتم شايفين اصلا جيت كيس دي بيبعت لها قيمه مين؟ كي ماب اللي انا ببدا ادور عليها. المهم دورت وجبت القيمه، في الاخر خلاص برجع مين؟ برجع القيمه تاني اللي لقيتها. تمام. وباجي هنا تاني بشوف لو في موديفاير او في اي حاجه عن طريق الداله ديت. تمام. لو في موديفاير او في مثلا شيفت او في زرار او في اي حاجه، الداله دي اللي بتعرف لي. تمام. بتقول لي تطبع ايه بالظبط. اما بالنسبه للداله ديت، فالداله ديت هي اللي بتطبع لي الكلام اللي بيطبع بره في الفايل. تمام. الداله دي بتطبع لي الكلام اللي بيطبع بره في الفايل. دي الداله بتاعت الشيفت. تمام. شوف ده ليفت شيفت ولا رايت شيفت. تمام. دي الداله بتاعت الرايت الت، مالهاش لازمه عادي. دي بقى الداله اصلا الرئيسيه بتاعت البرنامج. اول حاجه خالص بيعمل سليب 2 مايكرو سكند. بعد كده ببدا اعرف حاجه خالص الكي ماب عندي. ببدا اعمل ايه؟ جيت كي ماب. ببدا اقرا من الكيبورد واخزن القيمه عندي في مين؟ في الكي ماب. لو الكي ماب دي هي نفس الكي ماب القديمه. تمام. فاعمل ايه؟ اعمل كنترول ما تكملش، يعني ما تكملش بقى البرنامج ويرجع تاني يخش تاني في اللوب. انما لو مش هي، هيعمل ايه؟ هيجي هنا هيبدا يبعت يبعت القيمه بتاعت الكي ماب دي، يبعتها لمين؟ جيت كيز عشان يجيب القيمه بتاعتها، يبعتها لمين تاني؟ يخزنها في كيز عندي. وبيبدا بقى يشوف هل انا محتاج بقى في موضوع شيفت ولا مفيش شيفت، في ايه ولا مفيش ايه، لحد ما يجي في الاخر خالص. تمام. يبقى عندي القيمه بتاعتي فين؟ في الترانسفورمد كيز دي. تمام. ببدا اخدها عندي اهوت، ببدا ابعتها للجهاز التاني وابدا اطبعها فين؟ في الفايل بره. تمام. ببدا اطبعها فين؟ في الفايل بره بس. وابدا اخزنها بعد كده في اللاست كي ماب، واخزن الكيس فين؟ في اللاست كيس. وخلاص. ده البرنامج ببساطه. البرنامج ده كده ببساطه بدون تعقيد. وده برنامج السيرفر اللي بيستقبل مني ويطبع القيم. تعالى نشغلهم تاني بقى. اول حاجه لازم نشغل السيرفر اهو. تعالى نشغل الكلاينت اهو. نشغل اصبر ونجيب الصفحه التانيه اهو. ده عمل كونكت اهوت. تمام. شوف بقى كده 1 2. شوف بيظهر عندي الناحيه التانيه ورا هنا. شوف هنا بيظهر ايه؟ الزرار اللي انا بدخلها. اما هنا الكلمه اللي انا ضغطتها اول ما اضغط انتر هيعمل ايه؟ هينزل صفر جديد. اول ما اضيف تاني هيبدا يخزن فين؟ في المتغير ده من اول وجديد. اضغط انتر هينضفه تاني من اول وجديد. انتر ينضفه تاني من اول وجديد. تمام. وهكذا. اتمنى البرنامج ده يعجبكم، واتمنى ان انتم تستخدموه في الخير، و اراكم على خير. سلام.